يا جماعة الخير، تعالوا شوفوا هالفيديو. اليوم بدي أخدكن برحلة غير شكل، رحلة فيها تعب بس فيها محبة، فيها ريحة تراب الأرض وريحة اللبن. اليوم بنحكي عن الكشك، بس مو أي كشك، الكشك اللي بعلبك الأصيل، والكشك السوري اللي بيشبهنا بطعمته وبروحه وبتاريخه. يمكن هلأ عم تشوفوا بالفيديو بساطة بهالوصفة من حيث البرغل، اللبن أو حتى الحليب، بس ورا هاللقطات في قصة عمرها مئات السنين. قصة ناس كانوا يجهزوا المونة على البطيء على نار المحبة لحتى يتدفوا بالشتوية بصحن كشك سخن، في تعب من الصيف وحلاوة الصبر. هلا خليني اشرح لكم بالضبط شو عم يصير بالصورة. بعد ما غسلت البرغل وصولته ورجعت يبسته، عم ضيف لكل كيلو برغل من كيلين ونص لثلاثة لبن، طبعا حسب نوع البرغل وشو بيمتص لبن. هاي المرحلة قبل مرحلة كسره بالمطحنة، بناخده على مكان يسمى المطحنة، بنخلي حبة البرغل تتشرب اللبن أو الحليب حسب الرغبة لحتى تصير عندي هيك حبة البرغل مفرفطة عن بعضها، ترجع مثل الأول. رح ناخدهم على المطحنة ليطحنن ويصير بهذا القوام مثل ما انكم شايفين بالصورة. اللبن بيعطي حموضة وغنى، والحليب أيضا بيعطي حموضة قوية. نوع اللبن والحليب حسب الرغبة، فيكم بقر أو ماعز أو الجهتين. هلأ حطيت رشة ملح بعد ما اجوا من المطحنة، بس ما بتنعد هيدي تمليح أساسي، هي بس لحماية الكشك من أنه يحمى، هيك بيقولوا أجدادنا. وبعد هيك ضفت كمية اللبن البقيانة عندي اللي أنا مقدرتها حسب عدد كيليات البرغل. هلا بعد ما نخلط البرغل مع اللبن، العملية ما بتوقف هون، لا، هون بلش الجد. هالخليط بده يتخمر وياخد وقته ويحمض، بدنا من 10 ل 12 يوم تقريبا. خلال هالفترة كل يوم بنقوم بنشوفه من قلبه مثل ما نكون عم تشوفوا بالصورة. بنرجع بنغطيه. يعني لازم المكان اللي بدنا نحط فيه هذا الشيء انه يكون مهوى جيدا، يعني بيوصلوا الهواء. يعني الكشك بده رعاية مثل الطفل الصغير لحتى تحصلوا على نتائج ممتازة، ومثل ما نكون شايفين بالصورة. بالنسبة للملح أحبابي، الملح كتير أساسي وكتير ضروري. باليوم السادس تقريبا عديت من وقت ما بليت الكشكات. باليوم السادس رح أضيف ملعقة طعام ملح خشن. طبعا مندوق ومنعدل الملح، خدوا بعين الاعتبار ما يطلع مالح، كونه رح يتعرض لتنشيف وبالتالي بتزيد نسبة الملح فيه. الملح هون مش بس ليحافظ، هو كمان بيظبط الطعمة وبيعطيها روح. بعد ما ضفت الملح وصرت ذوق، اكتفيت بهي الكمية. ما رح غامر بكمية كتير كبيرة ملح، بدكم تنتبهوا لأنه في كتير عالم بيوقعوا بهيدي الشغلة أو هيدا الغلط. وهيك منصير منقلبهم ومنغطيهم بشقفة نظيفة مثل ما ذكرت. بدي نوه أحبابي إنه الفيديو وطريقته بالبل بالحليب موجودة عندي على اليوتيوب، اسم القناة خلود برهان، اللي بيحب يروح يشوفها. هلا بآخر مرحلة بنمد الكشك على أقمشة نظيفة مثل ما شفتوا بالشمس، الغاية إنه ينشف الكشك شوي شوي. ومصير منقطشه بهذا الشكل لحتى ينشف ويوصل لمرحلة نقدر ناخده فيها على المطحنة لمرة تانية لطحنه. يعني نحن حناخده على المطحنة مرتين، أول مرة لكسره، وتاني مرة اللي هي الأخيرة لطحنه. بتعرفوا الكشك مش مو بس أكلة، يعني هو ذاكرة، هو صبر الأمهات وضحكة الجدات، هو ريحة البيوت بالعز وبالضيق. الكشك ما بينعمل بيوم لأنه الطيب ما بينطبخ بسرعة. الكشك بيعلمنا ننتظر ونحب ونشارك. فإذا كنتوا عم تفكروا تبلشوا تعملوا مونة، يلا بلشوا بالكشك. بتتعبوا بس صدقوني وقت تدوقوا أول معلقة، وخصوصي أول ملعقة كشكية بالشتاء، رح تقولوا هيدا التعب كان بيستاهل. وإذا حبيتوا هالفيديو ما تنسوا تحطوا لايك وتشاركوني تجربتكم وذكرياتكم مع الكشك. من أي منطقة كنتوا، نحن شعب واحد بس بنكهات مختلفة. وسلام خاص من بعلبك لسوريا، ومن سوريا لبعلبك، ومن مطبخنا لقلبكم.